القصة ديالي بدات يوم تم تعييني في وظيفة مع الدولة، وظيفة كان لابد أنني نغادر فيها موطني إلى منطقة جديدة ونخدم ونبني مستقبلي. فتم تعييني لأول مرة في منطقة صحراوية، منطقة شبه معزولة وبعيدة عن المدن. فكنت تأقلم مع الوضع صعب جدا بالنسبة لي. أولا تأقلم مع الوظيفة اللي ما كنتش كنعرف فيها شيء كثير، ونتأقلم مع المنطقة بحكم أنني كنت بعيدة عن المناطق الصحراوية، والجو ديال هذه المناطق كان صعب بالنسبة لي. في المنطقة ديال الخدمة تلاقيت مع صديق أصبح أخ بالنسبة لي. كان هذا الصديق كبير عليا في السن بحكم أنني كنت في بداية العشرينيات وهو كان في منتصف الثلاثينيات. فخدمته خلته أن تكون عنده خبرة في المنطقة وخبرة كذلك في العمل، فعاوني بشكل كبير جدا حتى ولفت المنطقة وولفت العمل. وكل ما كانش هو ما عرفتش كيفاش كان غادي يدوز عندي الوقت في ذاك المكان. مرت سنوات وكنا كناخدو كونجي مرة في كل مدة تقريبا 6 أشهر، وكيجي معاه ما لذ وطاب من الحلويات ومجموعة من الأشياء اللي كتذكرنا بالثقافة المغربية. كان مفتخر بالزوجة ديالو وأنها صابرة معاه وأنها مرأة حاذقة وأنها يعني فيها مجموعة من الخصال الجميلة. كان واضح أنه كيبغيها وأنه مرتاح معها. فكنت كنشوفه يوميا كيفاش كان كيهدر معها ساعات طويلة، كيفاش كان كيهدر عليها وكيفاش كان كيهدر معها. كنت كنفرح ليه أنه كان مرتاح عاطفيا. وصل لي وقت الكونجي كنت فرحان بزاف. من 6 أشهر تاع تمارة، وأخيرا غنمشي نشوف دارنا ونشوف والدي صحابي عائلتي، ثم كذلك نشوف المدينة. جاء عندي هذا صاحبي وقال لي أنه باغي يطلب مني طلب. أنا جاوبته بمرحبا، وأنا عارف مهما كان الطلب ديالو كنت غنديره، أكيد ما غاديش ننسى شنو دار فيا. فقال لي أنه محتاج شوية ديال الفلوس وأنني خصني نعطيها لمراته. طلب مني نعطيها واحد المبلغ من عندي حتى يرجعهم لي. أنا وافقت على الفور وداتو شديت الطريق للمدينة اللي كانت ساكنة فيها الزوجة ديالو، وهي في المنتصف مع المدينة اللي كنت أنا مستقر فيها. فلا بد أنني نوصل ونشد كار آخر باش نمشي لمدينتي. وصلت للمدينة صغيرة كنت كنعرفها قبل ما نخدم. المعرفة ديالي بهذه المدينة غريبة نوعا ما، لأني كنت كنجي لواحد البيت بالدعارة لقضاء الليلة مع واحدة من بنات الهوى، وهذا المكان كان بعيد على المنطقة اللي ساكن فيها زوجة الصديق ديالي بحوالي 15 كيلومتر. ففكرت أنني نقضي الليلة هنا وفي الغد نكمل طريقي، وفعلا هذا اللي وقع. توجهت لذاك المنزل، رحبت بي السيدة لأنني كنت زبون دائم، وقلت أنها غادي تعيط على سيدة خدمت معها جديد وأنني غندوز ليلة حمراء فوق الخيال. وافقت وبديت كنتظر السيدة تجي. توجهت لذاك المنزل ورحبت بي السيدة لأني كنت زبون دائم، وقالت أنها غتعيط على امرأة خدمت معها جديد وأنني غندوز ليلة حمراء فوق الخيال. وافقت وبديت في انتظار المرأة. جات، كانت امرأة تقريبا في نفس سني، كانت جميلة وعندها قوام ممشوق للصراحة فاق توقعاتي. جلسنا مدة فيها حديث، وفعلا كانت معها الليلة من أجمل ليالي عمري. كانت محترفة في الدلع واستمتعت وأنا معهم. صباح الصباح فقط ما لقيتهاش حدايا في الفراش، يمكن مشات بكري. خرجت عند مولاة الدار، عطيتها مستحقات المرأة وإكراميتها هي كذلك، وغادرت وأنا في بالي أني لابد نرجع يوم قبل ما نرجع للخدمة وندوز ليلة واحدة أخرى هنا. مشيت لواحد الكافي شعبية، فطرت، خديت كافي وخرجت. من ثم توجهت للمدينة اللي كتسكن فيها زوجة الصديق ديالي. دازت تقريبا 10 دقائق ديال الطريق، وصلت لهذه المدينة وعيط على الصديق ديالي يعيط على الزوجة ديالو تجي لعندي نعطيها الأمانة. فعلا دار معايا أنه نتلاقاو في واحد الحديقة وهي غادي تجي عندي. خبرته أنني لابس جينز كحل مع تيشورت كحل وكاسكيت زرق، قال لي أن مراته غادي تكون لابسة جلابة زرقاء وشال كحل، يعني هذه الأشياء فقط باش نتعرفوا على بعضياتنا. بقيت كنتسنى، دازت مدة تقريبا دقائق قليلة وهي تبان لي امرأة جاية من بعيد بنفس المواصفات اللي عطاني. وقفت نشوفها وإذا بملامحها بداو كيبانوا ليا. بديت كنحرك راسي يمين وشمال ونسد عيني ونحلهم، وصوت داخلي كيدعي ربي اللي خلقني، يا ربي ما تكونش هي،
يا ربي يكونوا عينيا غالطين وما حدها كتقرب الا وعينيا كيبداو يتاكدوا انها هي. عرفاتني حتى هي وبداو خطواتها كيتباطوا، كتحس انها كترمي رجل القدام وكترجع خطوه اللور. وصلت لعندي وهي منزله راسها، مدات يديها، جبت الفلوس بدون وعي وحطيتهم لها في يديها بدون سلام ولا كلام. تحركت وعينيها مازالين في الارض. يمكن حتى هي صدمتها ما كانش اقل مني، ولكن انا في داخلي واحد الشعور غريب عليا. كنت كنحس بواحد الخنقه، باغي نغوت، باغي نهرس، باغي نفرغ هاد المشاعر اللي فيا، باغي ندير اي حاجه الا انني نتيق ان هادشي اللي كنعيشو دابا حقيقه. ما قادرش نتيق انني دوزت ليله مع مرات صاحبي اللي كنت كنعتبره خويا. وصلت لعندي وهي منزله راسها، مدات لي يديها، جبت الفلوس وحطيتهم في يديها وتحركت. وانا واحد الخنقه فيا، باغي نغوت، باغي ندير اي حاجه الا نتيق ان هادشي اللي كنعيشو دابا حقيقه. ما قادرش نتيق انني دوزت ليله مع مرات صاحبي اللي كنعتبره خويا. ما عرفتش من مورا هذا الموقف كيفاش مشيت للمحطه، كيفاش ركبت في الكار، وكيفاش وصلت لدارنا. وانا عقلي كيكرر عباره واحده: غدرتي خوك. وصلت للدار، رحبوا بيا، فرحوا وحسوا ان شي حاجه مغيره فيا. يومي يسولوني ما قدرتش نجاوب. اش ممكن نقول لهم؟ من نهار جيت وانا ساده عليا فقمت في الدار وكنفكر. كان هز التليفون كنلقى صاحبي مصوني عليا بزاف ديال المرات، ولكن ما قادرش نجاوبه. مروا عليا ايام في دارنا سوداء، كاع الخطط اللي كنت عوال نديرهم وانا في الدار ما درت منهم والو. عائلتي ما فاهمين والو، ولكن بدا الخوف كيبان عليهم من حالتي. بين الفتره والاخرى كيصوني عليا صاحبي ولكن ما كنجاوبوش. ولكن داك النهار خديت قرار ان ما يمكنش نعيش في هاد التأني بالضمير حياتي كامله. هي اللي غلطات وهي اللي خاص تحمل مسؤوليتها. كنظن هي غادي تكون هانيه ومرتاحه وانا هز الهم وعايشه هاد الصراع الداخلي. خديت التليفون وبديت كندوز الرقم، كتبت الارقام ومسحتهم. وسؤال واحد كيتردد في بالي: واش يقدر يتيقني هذاك الحب كامل اللي كان كيكنوا ليها وغيتيقني انا؟ ما عندي حتى دليل عليها، غنخرج انا اللي غلط. مروا ايام، وصل النهار اللي خاصني نرجع فيه للخدمه. شديت الكار لمقر العمل ووصلت بالليل. بالنسبه للصديق ديالي ما شفتوش هذاك النهار اللي وصلت فيه، بالتالي حتى الصباح عاد عرف بانني وصلت. فجات قصدني للغرفه ديالي، دخل والابتسامه كانت نفسها في وجهه. ما قدرتش نبادلو نفس الابتسامه. سلمت عليه وعينيا في الارض. كان تعامل طبيعي، ولكن ما قدرش نكون طبيعي. غادرنا بجوج وهضرتي قلات. كنت كنتفاداه فوليت كنشوفو فترات قليله. هو حس بتغييري، واول هذا التغيير الفلوس. فجاب لي الفلوس اللي كنت عطيت لمراته، ولكن وضعي هو قررت قرار يمكن يكون فيه خلاصي من هاد التأنيب الضمير اللي عايشه. فتوجهت عند الشخص اللي كان فوق منا، يعني الشاف ديالنا. طلبت منه طلب غريب اللي هو الانتقال. فتبسم وقال ان الانتقال في هذا الوقت بالضبط من سنة مستحيل. خبرته اني موافقة على اي مكان. قال لي بتساؤل: كاينه منطقة على الحدود مع موريتانيا تمشي؟ انا وافقت على الفور. غير نمشي من هنا، باغي نرتاح. ما قادرش نشوف وجهه، ما قادرش نقول له اللهم نمشي نبعد. فبعد، وهذه هي كانت قصتي. حكيتها لكم التفاصيل، فكنتمنى انني نشوف اراءكم ونشوف واش كان قراري صعب او لا كان غلط.